له الشكر انه شفنا مباراة ممتعة عشناها وشاهدناها على اعصابنا. برشلونة للمرة الثالثة على التوالي يهزم ريال مدريد في النهائيات، وريال مدريد يخسر السوبر لصالح غريم وبرشلونة. اما فليك يحقق اللقب الثامن في النهائي الثامن. مباراة ممتعة بكل معنى الكلمة، وانا اصلا توقعتها. الكلاسيكو رح يبقى كلاسيكو مهما كان وضع الفريقين قبل اللقاء. يلي صار انه ريال مدريد قدم مردود قوي واداء يجبرك تحترمه عليه بعد نهايه المباراه. واللي شفته انه برشلونه كمان كان محترم غريمه بشكل كتير كبير، وخاصه اول نصف ساعه الشوط الاول واول ربع ساعه بالشوط الثاني. تقريبا هي الاوقات اللي كان فيها ريال مدريد بيمسك الكره وبيجاري لعب البرسا وبيضغط عليهم وما بيعطيهم حريتهم بالحركه. صحيح، واغلب اوقات المباراه كان متراجع وعم يحاول يدافع عن مرماه لانه بيعرف حجم خطوره برشلونه لو توفرت المساحات. ومع هيك استقبلوا 3 اهداف، وكورتوا انقذهم من نفس العدد اهداف محققه. بس ريال مدريد كمان لعب مسجل وكان خصم عنيد رغم الفتره الصعبه اللي بمر فيها الفريق. طبعا له الشكر انه شفنا مباراه ممتعه عشناها وشاهدناها على اعصابنا طوال 90 دقيقه. بس اللي كنت متاكد منه انه برشلونه وقت بده يسجل راح يسجل. كان الحاجز الوحيد اللي وقف طريقه هو كورتوا، وفي الاخير تم اختراق شباكه.